اللي انا هقوله دلوقتي ده ابسط رد على الناس اللي بتقول امتى اتحرف الكتاب المقدس. الصفحه الرسميه للمتحدث باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه نشره بتاريخ 29 مارس، فبيقولوا ان قداسه البابا تشيد باصدار الكليه الكليريكيه الانجيل بالقبطي والعربي. وبعد كده بيقول جاء ذلك خلال عظته في اجتماع الاربعاء الاسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسه مش عارف ايه، وقال الكليه الكليريكيه اصدرت البشائر الاربعه باللغه القبطيه والعربيه، وهذه طبعه محدثه ومدققه عن طبعه ظهرت من حوالي 100 سنه. يعني تخيل انت بيعمل تدقيق وتحديث لنسخه اتعملت من 100 سنه ويجي يقول لك امتى اتحرف. طبعا هتقول لي لا دي مجرد ترجمه عادي، ايه المشكله ما احنا بنترجم. هقول لك ازاي بقى؟ انت عندك الاصل مفقود والباقي نسخ اتاخدت من الاصل سواء يوناني او لاتيني او غيره، فازاي تيجي تقول لي ما احنا عندنا الاصل ضايع يا فندم؟ والكلام ده قاله كتير من القساوسه زي الدكتور شنوده ماهر اسحاق في كتابه مخطوطات الكتاب المقدس بلغات الاصليه صفحه 19 على ايدك الشمال. تخيلوا هم بيعملوا تحديث لطبعه طبعت من 100 سنه، امال اللي قبل كده ده هنعمل فيه ايه؟ هنحرقه؟ اهلا بيكم.